في إطار مكافحة شتى أشكال الإجرام خاصة ما يتعلق بترويج المؤثرات العقلية، تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بأمضية بوسعادة بأن ولاية المسيلة من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مع توقيف شخصين يمتهنان ترويج هذه الملوثات. العملية جاءت على إثر معلومات وردت إلى مصالحنا مفادها قيام مجموعة إجرامية بتخزين وترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من داخل أحد المساكن في قطاع الاختصاص، وعليه وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم إعداد خطة عمل محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهما وحجز كمية تقدر ب 71910 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، وذلك بعد عملية تفتيش لمنزل أحد المشتبه فيهما. العملية أيضا مكنت من حجز مبلغ مالي يقدر ب 361 مليون سنتيم يعتبر من عائدات الترويج، وثلاث مركبات تستعمل في النقل والتهريب، وجهازي اتصال لاسلكي وهواتف نقالة تستعمل في التنسيق والاتصال بين المجموعة الإجرامية. بعد استيفاء إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية عن قضية الحيازة والمتاجرة والنقل والتخزين للمؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي موردة إلى التراب الوطني عن طريق التهريب باستعمال وسائل نقل تهدد الأمن والاقتصاد الوطنيين والصحة العمومية في إطار جماعة إجرامية منظمة تنشط داخل التراب الوطني.